اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن حال. امبارح الجو كان شمس ومطر، النهاردة تلج تلج تلج. بس أنا مبسوط بصراحة، لأن النهاردة كان عندنا تدريبات على الإخلاء، اللي هو لازم كل الشرطة تيجي كده وحراسة وكلاب كده يفتشوا السكن، وأحيانا بتكون تدريبات يعلمونا إزاي لما يكون في إنذار طوارئ تاخد الباسبور بتاعك وتطلع من الأوضة بتاعتك بالبوكس. يعني ما تفكرش في هدومك ولا أي حاجة، تاخد الباسبور بتاعك وتطلع من السكن. فأنا استغربت، ما نمتش، لأن هم هيجوا الساعة 8 الساعة 9 هتلاقي الإنذارات شغالة وكله شغال، وبيخبطوا على البيبان، يطلع 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 وتعمل يطلع من باب الطوارئ تدريبات. لأن أول سنة أفتكر كان قالوا فيه قنبلة ولا حاجة فكله طلع، فالناس كانت مستهزئة بالموضوع أول مرة، فاللي هو إيه اللي نام وكده يعني. ولكن بعدها قال لك لأ، في إنذار تطلع من الأوضة بتاعتك فورا، في حريقة مفيش حريقة تطلع، في إنذار يعني تطلع. فمن وقتها بيدربونا بقى، فكل سنة لازم كده إيه مرة أو مرتين نتدرب على الإخلال، يعني نطلع من باب الطوارئ بالباسبور بتاعه كده. السلام. كده هو الوالد ده ولا إيه؟ أنا عادي بحب التلج، ولكن يعني مش كده يا عم. الحقونا أغيثونا رجعونا مصر يا عم، احنا في الشتاء. النهاردة 10/4، النهاردة 10/4، امبارح كان صلوا على النبي. يلا سلام.